مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هاخدكم جوله في 5 فنادق في سيوه، هما الاشهر تقريبا. مفيش اعلان عن رحله لسيوه الا لما هتلاقوا اسم حد فيهم موجود، زائد في مكانين تانيين انا كنت عامله عنهم ريفيو السنه اللي فاتت، هحطه لكم في الاي فوق عشان يكون معاكم دليل شامل لكل الفنادق بتاعه سيوه، صوت وصوره، لو انتوا رايحين تقدروا تقرروا انهي رحله تختاروها. فيلا بينا على طول نبتدي، ولسه ما اشتركش في القناه يشترك وينورني ويفعل الجرس، ويلا بينا نبتدي. اول فندق هنبتدي بيه هو الفندق اللي انا كنت نازله فيه، هو سيوه شالي ريزورت، ولذلك هتلاقوا هو اكتر فندق الجوله فيه موسعه شويه عن باقي الفنادق طبعا اللي انا ما كنتش نازله فيها، بس استأذنا وخدنا الريفيو علشان تكون معانا. الحقيقه ان الفندق لطيف جدا، وعايزه اقول لكم تاني عشان ما تنسوش ان انا في الاي هكون سايبه لكم كمان فيديو في ريفيو عن 2 فندق، واحد دهيبه والتاني كامب علي خالد، والاتنين برضو لطاف جدا، عشان يكون معاكم 7 فنادق تختاروا زي ما انتوا عايزين وانتوا مسافرين. طبعا ده يعني الريسبشن بتاع الفندق، وكان يعني بتبقى القعده هنا لشرب القهوه والحاجات دي. بره بقى قصه تانية، الحياه مختلفه تماما. اولا الفندق فعلا كبير جدا، زي ما انتم شايفين كده التراث بتاعه حلو جدا. هو عموما فنادق سيوه كلها هتلاحظوا انها واخده الشكل البدائي اللطيف اللي هو من الطين والحاجات ديت، لان سيوه يعني اصلا تصنف سياحه بيئيه، وكل حاجات اللي هناك بتحصل بتكون صديقة للبيئة. يعني أدوات البناء بيستخدموا الحاجة اللي متوفرة عندهم، فهتلاحظوا ان التراث الفنادق كلها قريب من بعض في القصة دي. عايزة اقول لكم ان الفندق كان فيه حاجات، يعني اماكن يتصور فيها كتير جدا، يعني كل مكان ممكن تاخدوا فيه صور وشطات حلوة جدا. عايزه اكلمكم عن الاسعار مبدئيا كده. اي سعر هقوله هيكون مش ثابت، لانه هناك الاسعار او مش هناك، يعني عموما في الفنادق كلها السعر ممكن يختلف من سيزون لسيزون. يعني هم مثلا السيزون بتاعهم شتاء، فهتلاقوا السعر اعلى مثلا من الصيف. هتلاقوا في الشتاء برضو الموضوع متقسم. انا مثلا كنت في اول 12، هتلاقي طبعا سعر راس السنة والكريسماس واجازة نص السنة و7 يناير وكده، ده سيزون، فتلاقوا الاسعار مختلفة. انا لما رحت كانت الغرفة الدبل 550 بالفطار، الغرفة السنجل كانت 375 برضو بالفطار. فهتلاقوا ممكن السعر يختلف من وقت لوقت. فانا نصيحتي ليكم، حتى لو انا بقول لكم الاسعار لازم تسالوا لو انتوا مش رايحين مع شركه سياحه اول ما تبقوا ناويين وهتروحوا كده، لان انتوا عارفين انا ما بروحش مع شركه سياحه، انا بروح مع احمد بكور على طول. بسال على طول الفندق كام، بعرفه وخلاص وبحجز انا وخلاص شكرا. الخيمه اللي هناك دي كانت لطيفه جدا، كنا بنسهر فيها بالليل، وكانوا بقى بيولعوا نار وكده هوت، لان كان بالليل تلج في الشتاء، الصبح حلو لكن بالليل تلج. ولازم لو انتوا رايحين تبقوا عارفين القصه دي، بالليل كانت 5 6 7 كده، يعني حاجه في الرينج التلج ده. المكان لطيف نظيف، يعني كان يعني لا انا ممكن لو رحت تاني هنزل فيه انزل فيه صراحه. فعشان بس ايه اديكوا خلاصه الموضوع. شايفين بقى الاماكن ديت، كل دي اماكن تصوير ويعني واماكن يتقعد فيها. بجد المكان حلو قوي،
المكان حلو بجد يعني. انا هيبدو عليا ان انا متحيزه له، والحقيقه ان انا متحيزه له. انا بعترف انا متحيزه فعلا للفندق ده. المطعم برضو كان لطيف يعني، المكان لطيف. الفطار هوريه لكم علشان برضو تبقوا عارفين، هو كان فطار مشبع الحقيقه، ومتهيألي هو كان كتير كمان على فرد واحد. هتشوفوه. انا عن نفسي ما كنتش بخلصه الحقيقه خالص يعني. الغرفه دي انا كان عايزه اصور في الغرفه بتاعتي، معرفتش لان كانت متدربكه جدا، فاستاذنتهم يفتحوا لي غرفه. فدي كانت غرفه مشابهه للغرفه اللي انا كنت فيها. هقول لكم ما عدا ايه. هتشوفوا معايا دلوقتي مكان ركن كده للاطفال او كده، ده بس يعني هي ده كان الاختلاف. فده الاوضه دي اغلى، بس مش فاكره يعني الحقيقه. هم قالوا لي السعر بس انا مش فاكراه الحقيقه، بس دي اغلى من اللي انا كنت نازله فيه. بس هي كانت هي اسطمبه بالظبط، هي دي، بالتلفزيون بالدولاب بالحمام بكل حاجه زي ما هي، ما عدا الجزء ده اللي هو فيه اطفال فيه. فندق معانا وهو برضو من الفنادق المشهوره جدا، وهتقروا اسمه كتير في اعلانات الرحلات بتاعه سيوه، دريم لودج. الفندق ده برضو تحفة ومبني بدماغ برضو مختلفة وجميلة. وزي ما انتوا شايفين كده، دي غرف طبعا اللي احنا بنعدي عليها، ولو انتوا شايفين الديكور فهو نبيتي. صاحب المكان لطيف جدا، وباني المكان كل مكان بدماغ. بصوا الغرف اللي بعد كده لبني، فكل حته في الفندق واخده لون. بلس بقى ان عندهم حاجه لطيفه برضو زي كامب علي خالد، حكايه الخيم، ان في خيم يعني ممكن تخشوا ما تاخدوش غرفه، تاخدوا خيمه. هتشوفوها دلوقتي معايا، ودي حاجه لطيفه برضو جدا للي عايز يعني يعيش التجربه كلها. ودي طبعا تصلح للشباب، لان الدبليو سي بتاعها منفصل بره، مش جوه مكان. انتوا يعني فاهمين قصدي. فدي طبعا محتاجه برضو دماغ معينه يعني زي ما انتوا شايفين كده الخيم. بس هي تجربة حلوة، انا انصح الشباب ان هم يجربوها. المكان طبعا مشهور جدا كمان ان جواه كهف الملح. دي غرفة للعلاج يعني لو حد عايز يعمل جلسة بالملح. وده هو كهف الملح اللي بتاخدوا فيه جلسة حوالي كانت مش فاكرة نص ساعة الا ربع حاجة كده. زي ما انتوا شايفين كل حاجة معمولة فيها من الملح، ارض سقف الحيطان كل حاجة معمولة بالملح. وبصراحة انا كنت فاكرة ان يعني حاجة عادية، لا جربوها، هي حاجة مش عادية. وبرضو كهف الملح هناك غير في اي مكان تاني، فبجد تجربة تستحق ان كنتوا تعيشوها. لو رحتوا سيوة اعملوها. ده مكان تاني مختلف برضو يعني زي ما انتوا شايفين بقى، كل جزء كده مختلف عن التاني في الفندق، ودي حاجة تحفة طبعا. بصوا يعني منظر يجنن بجد، ومنظر حلو قوي. صاحب المكان قال لي في غرفة لسه مبنية، تعالوا اوريها لكم لانها مختلفة عن كل الغرف بتاعة الفندق. وهي فعلا مختلفة، هتشوفوا حاجة مختلفة جدا ودماغ جدا جدا جدا. الغرفة اللي احنا هندخلها دلوقتي هي دي، لسه لو حتى شايفين لسه بتتشطب يعني، فيها حاجات مبنية او معمولة من يعني الخشب بتاع شجرة الزيتون. انتوا متخيلين؟ هي مختلفة فعلا، تحفة، هي شكلها حلو جدا. وفيها اماكن هنخش دلوقتي اهو كده بقى. هنخش الحتة دي عند غرفة النوم، ده ملح، الحيطان ملح. فهي فعلا غرفة مختلفة وتحفة. دي انا سألته بكام، قال لي الدبل 1000، السنجل 600.
بصراحة هي تستحق. ولو حد مثلا رايح يقضي مثلا شهر عسل او حاجة برضو هتكون لطيفة جدا 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 جدا. بصراحة عجبتني يعني، المكان كله كان بصراحة روعة. ولا اللي هينزل فيه برضو مش هيندم ابدا ابدا، لانه كمان متنوع وكل ركن فيه بمنظر وبشكل، وفي قعدات كتيرة جدا مختلفة برضو. فهو فعلا فندق حلو جدا جدا جدا. دي جزيرة طاغين، وهي جزيرة معروفة جدا وكل اللي بيجي في هنا فندق، ففي ناس بتنزل فيها، ولكن كمان فيها أماكن للقعاد، يعني تشربوا حاجة، تعملوا حاجة، تشوفوا الغروب كمان. زي ما انتم شايفين منظر أصلا ساحر جدا. المكان هنا حلو جدا فعلا، يعني هادي جدا جدا جدا. هي سيوة كلها هادية عموما، وفي اماكن كتير تصلح للتصوير. اماكن القعاد برضو هنا كتيرة، يعني يمكن كل شوية تبقى قاعدة مختلفة. وعلى مدى الشهور زي ما انتم شايفين كده المية، وبعديها الجبال مع النخل. في ايه اكتر من كده الواحد يريح بيها اعصابه ويحس بسلام وامن داخلي رهيب. بصوا بصوا الجمال يا ربي، بصوا بصوا. الله، فندق غاليت واتمنى اكون بنطقها صح. ده فندق تراثي وقديم جدا جدا جدا. هنخش برضو فيه وهنسمع عنه برضو من احمد بكور، هيقول لكم يعني نبذه عنه كده هو. وبرضو الاسعار فيها مش هتختلف عن الفنادق اللي قبل كده، هم كلهم تقريبا في رينج ال 500 وال 600. فهي ده برضو، بس طبعا بيختلف حسب السيزون. فندق غاليت من اجمل الفنادق هنا في سيوه. فندق تراثي مبني كله بالخامات المحليه اللي هي موجوده هنا في سيوه، الحجر الكرشيف والطينه وفلق النخل وفلق الزيتون، والغرف معموله السقف بتاعها من الخشب بتاع النخل. وغير كده دي كانت مزرعه قديمه من ايام الرومان. الراجل اللي نفذها تناغم مع شجر النخل، ما شالش نخل. عمل الفندق صممه جوه المزرعه نفسها. دي شجره الحنه، الورق دي شجره حنه. شجره حنه، دي شجره حنه. الورق ده بينشف وبيطحن، ده الحنه نفسه. وده صباه، وعنده حمام سباحه جوه مديه الطابع الفرعوني بالحجره بتاعت الجبل، عامل منفذه بالحجره بتاعت الجبل نفسه. ندخل دلوقتي فندق من اهم الفنادق اللي موجوده في سيوه، فندق تازيري في قريه تازيري، واتمنى اكون بنطقها صح.
الفندق ده من اغلى الفنادق اللي موجوده في سيوه، لانها من ابسطهم، ويعني صديقه للبيئه بقى قوي، وهتشوفوا دلوقتي تفاصيل صغيره لكنها جميله. الحقيقه المكان روعه. القريه نفسها خدت جايزه من سنه او من 2 لانها فعلا حلوه جدا جدا ومختلفه تماما. يعني هي سيوه كل حته فيها مختلفه، ولكن المكان ده ليه طابع خاص قوي. وانا الحقيقه بنصح اي عريس وعروسه بيفكروا يقضوا شهر عسل فين يروحوا المكان ده، يعني لو في امكانياتهم، لان المكان ده غالي. وهقول دلوقتي برضو التفاصيل يعني. وفي بازار كده واحنا داخلين لطيف، برضو في حاجات لطيفة قوي. مكان مختلف، من اول ما بتخشوا بتحسوا ان في حاجة مختلفة. هندخل دلوقتي غرفة، هتشوفوا معايا انا اقصد ايه. خشوا حقيبة زمنية مختلفة تماما. عايزة اقول لكم ان الغرفة ما فيهاش اضاءة خالص، شمع فقط لا غير، ما فيهاش يعني ما فيش بمعنى كلمة ما فيش اضاءة. حتى الحمام فيها برضو شموع، اللي جوه شموع، كل حاجة شمع. بتطلعوا كام سلمة كده برضو بتلاقوا قاعدة على الارض، وسرير نحاس قديم. فالمكان ده مختلف تماما، يعني كل الاختلاف الحقيقة. انا سألت وعرفت انه بيتراوح السعر في الليلة على حسب السيزون من 2500 ل3. تمام، اوكي، شكرا. انا بس حبيت اقول لكم، وطبعا تبقوا تعملوا سيرش او تتصلوا بفندق تعرفوا منه الرقم في التوقيت لو انتوا رايحينه، لان هو مكان يعني هو روعه. بس انا عارفه ان مش في امكانيات ناس كتير انها تروحوا، بس كنت لازم اقول لكم عليه، لاني ممكن ناس تعرف تروحوا، لانه لو حد يقدر يروحوا ماديا اقصد، بجد مش هيخسر. يعني مكان تحفه. دي قاعه مكتبه زي ما انتوا شايفين كده، برضو جو قديم، حقيبه زمنيه مختلفه تماما بجد في المكان ده. يعني كل تفصيلة صغيرة بتخليك تعيش في زمن غير الزمن. ما بفيش حاجة هناك تشدك للزمن اللي احنا عايشينه ده خالص. كل حاجة فيك هناك بتخليك لا، انت عايش في زمن مختلف ومش عارف تنفصل عنه. دماغ بصراحة المكان ده تحفة تحفة بجد. برضو الاماكن اللي هي تصلح لان كنتوا تقعدوا فيها او كده، زي ما احنا روحنا برضو قعدنا يعني شربنا حاجة ومشينا. طبعا هو مش رخيص، يعني خلونا نتفق ان هو كل حاجة فيه مش رخيصة، يعني يمكن هو اغلى مكان في سيوة انا دخلته، بس يعني تحفة بصراحة. يعني لو يوم هتقضوه هناك وكده برضو ده حاجة هتكون لطيفة جدا، لانه الحقيقة برضو يستحق. زي ما انتوا شايفين كده القعدات تحفة، كل حاجة هناك فيها مختلفة. هتشوفوا برضو دلوقتي الرستوران، هتشوفوا القعدة اللي جوه يعني قعدة عربي برضو. انا حاولت ان انا انقل لكم كل الاماكن اللي انا شفتها علشان اللي رايح يبقى عارف هو دماغه عايزة انهي مكان. فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.